المنتخب انه تمكنوا من تسيير لحظات الضعف في المباريات بطريقه رائعه امام امريكا، امام كوريا، امام فرنسا، وخرجوا منتصرين في كل هذه المباريات. أنا عندما قلت لك أمين لازم الإشادة بالمدرب وهبي لأنه استحمل الكثير. كانت هناك انتقادات كبيرة لهذا المدرب خصوصا بعد مطالبات بإقالته بعد كأس إفريقيا. بعد كأس إفريقيا وكان الجميع كان يطالب بالإقالة، لكن هو كما قلت برهن أن مدرب في المستوى، مدرب كي يتعامل مع اللاعبين، يتعامل مع المجموعة. استغنى على بعض اللاعبين اللي كانوا دائما عندهم احساس هم النجم، هم النجوم. نعم. وتمكن من خلق مجموعه قويه، مجموعه متجانسه، مجموعه من اللاعبين اللي ادوا مباريات كبيره على نعم. اعلى المستويات. خليني كابتن عفوا على المقاطعه، نتحول فقط لنستمع لما قاله واحد من صناع هذا الانجاز وهداف المنتخب المغربي ب5 أهداف، ياسر الزبيري. زبيري، كأس العالم، أول كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، أساس ديالك أنت كتفوز رفقة هذا الجيل من اللاعبين، هذا الجيل الرائع ديال اللاعبين مع المدرب محمد وهبي. اخويا اول حاجه بسم الله كنبغي نشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه اللي عطانا وعلى هذا لاكوب. الحمد لله انا فرحان بزاف. اول حاجه كنبغي نشكر جلاله الملك، نصلوا الله والله يشافينا على التحفيز ديالو. ومن بعد كنشكر البريزيدون ديالنا السي فوزي القشع، الحضور ديالو هنايا كان عندنا واحد الموتيفاسيون كبيره بالنسبه لينا. وكنبغي كنبغي نشكر السي وهبي على هذه الخدمه الكبيره والستاف ديالو اللي صاروا علينا. والجمهور اش غنقول لكم، هو كنجبنا عليكم كنتو باغينو، حتى حنا كنا باغينو. الحمد لله ربي الحمد لله ما كيخيبش اللي كيخدم. وكنبغي نشكر عائلاتنا كاملين، كنبغي نشكر الجمهور، كنبغي نشكر مراتي حتى هي اللي جات. وكنبغي نقول للوالد والوالده يسمحوا لنا حيت كنت باغي نجيبهم ولكن مرض ما يقدروش يجيو في السفر. كنهدي لهم هذا الفوز هذا، والله يخليكم لي عائلاتي، كنبغيكم بزاف، الله يسهل عليكم. وديما مغرب، قلتها من الاول ما كنخافوا من تفرقه فيهم الهضره بزاف. جينا الماتش كليناهم، الله يحفظك. تصريح جميل للزبيري، واحد من نجوم المنتخب المغربي كما أشرت، سجل 5 أهداف. الجميل كابتن هذا المنتخب انه هناك روح طبعا. هناك علاقات طيبه بين اللاعبين ما بين اساسي وبديل. والجميل كذلك انه لا يلعبون في انديه الصف الاول، يعني تكلم على الزبيري فاماليكاو، تكلم على جاسم دانكيرك، تكلم كذلك على معما واتفورد درجه ثانيه في الدوري الانجليزي، لكن ابطال بما تحمله الكلمه من معنى. طبعا هذا قلت لك دائما المدرب هو اللي خلق هذه الاجواء، خلق هذه الاجواء الايجابيه وهذه الروح الجماعيه داخل هذا المنتخب مع هؤلاء اللاعبين. الشيء الجيد كما قلت ان المسؤولين اعطوا ثقه اكثر للمدربين الاطر المغربيين. تشوف الفريق الاول عندك الركراكي، عندك طارق سكيتي وكذلك فوزي حتى في 2005 فتحي جمال. نعم فتحي جمال كان قبل ذلك. نتكلم على الوقت الحالي مع كذلك وهبي الان، وكذلك نبيل باها فاز بكاس افريقيا، وهذا شيء مميز وشيء جيد. أن دائما قلت، أنا دائما أقول دائما أن المغرب فيه طاقات كبيرة، لا على مستوى الأداء اللاعبين، على مستوى الفئات السنية، على مستوى القاعدة المواهب، اللاعبين مواهب موجودة في المغرب. نعم. وكذلك نتكلم على الأطر اللي هي أساس النجاح، بالإضافة إلى كما قلت كمسؤولين، لأنهم كان هناك تخطيط، كان هناك استراتيجية كذلك مع توفير كل الامكانيات. نتكلم على الاكاديميات، على الملاعب، على مراكز التكوين، كل الاشياء. ودائما كما قلت العمل الجاد هو اللي ياتي الان. هذه النجاحات هذه فهي لعمل سنوات من قبل، وهذا كما قلت هذا اساس نجاح اي منتخب أو أي دولة تريد تطوير كرة القدم. يجب البناء من التحت ومن الأساسيات وهي الفئات السنية وانتظار النتائج. دعونا نتحول مرة أخرى إلى ردود الفعل وما قاله مدرب المنتخب محمد وهبي. أبطال العالم، ولا نملك الكلمات لكي نصف هذه السعادة. سعادة كبيرة كبيرة جدا. هذه سعادة لأننا ندرك تماما ما مررنا به من صعوبات على امتداد سنوات، ونحن ننتظر لكي نكسر هذا الحاجز. وأنا أشكر جلالة الملك محمد السادس
نصره الله الذي مكننا من أن نعيش هذا الحلم في يومنا هذا منذ سنوات طويلة مع رؤيته لتطوير كرة القدم تماما لكي نقدم أكثر من كرة القدم. الهدف كان أن نقدم كذلك حافزا للشباب وللمجتمع لكي يؤمنوا بأحلامهم، أن لا يتوقفوا وأن لا يقولوا لأنفسهم بأن هذا أمر مستحيل. كلا، كل شيء ممكن، ونحن نشكر جلالة الملك مرة أخرى لأنه دونه كل هذه الأحلام وكل ما فعلناه وحققناه اليوم ما كان ليتحقق دون كل هذه المجهودات. شكرا للرئيس كذلك سأقدم له الكأس، هو الأول الذي آمن بنا السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل ملكنا، من أجل رئيس الاتحاد ومن أجل الشعب المغربي كذلك. أتمنى أن يكونوا سعداء. نتابع وإياكم النجم الكرواتي دافور شوكر الذي جاء بالكأس التي فاز بها المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لأول مرة في تاريخه. سنتحول مرة أخرى إلى معلق المباراة ليعلق الآن مشاهدين على حفل تتويج هؤلاء الشباب. هؤلاء النجوم ليسوا أشبالا بل أسود. مجددا مشاهدينا الكرام الى ملعب سانتياغو. يا لا من اجواء، يا لا من اجواء استثنائيه. كنا سعداء بحق مع اسود الاطلس. نعم، من بدايه هذه البطوله، نعم، مباريات للتاريخ ليس فقط اليوم امام الارجنتين ولكن ايضا امام اسبانيا وامام البرازيل وامام كوريا وامام امريكا وامام فرنسا. تصوروا المغرب نعم تجاوز كل العقبات وتجاوز كل المدارس في أوروبا، في أمريكا، في قارة آسيا. نعم، واليوم جميعا سعداء بهذا الإنجاز التاريخي. لتأتي هذه اللحظة لمكافأة هذا الجيل ولمكافأة هذا المنتخب الذي استحق اللقب العالمي عن جدارة واستحقاق. نعم، جاني إنفانتينو الحاضر، كذلك الوفد المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبقية أعضاء الفيفا، ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كذلك، وتهنئة خاصة لمحمد وهبي. نقول صح عليه، برافو، شكرا للذي جلب هذه الموهبة على مستوى التدريب الأكاديمي. نعم، محمد وهبي، هذه تحسب لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع الذي وثق وآمن بكفاءات محمد وهبي، رغم أن نعم الكان لم ينصفنا باللقب، ولكن هنا العالمية حضرت، العالمية فوق المنافسة القارية. وهنا نعم نتكلم عن جيل فعلا اليوم شاهدنا لوحات أكثر من رائعة كما تابعنا في اللقاءات الماضية. إذن حارس المرمى الأرجنتيني هو من ينال جائزة أفضل حارس في هذه البطولة. يتعلق الأمر بباربي، فعلا باربي هو الحارس، ولكن لا تفوتنا الفرصة للإشادة بالبطل. غاب اليوم عن اللقاء يانيس بن الشاوش. تذكروا جيدا وصفقوا لهذا اللاعب وقولوا شكرا لهذا اللاعب يانيس بن الشاوش الذي أنقذنا وتصدى وعمل مباريات بطولية في فرنسا، أمام فرنسا وأمام أمريكا وأمام البرازيل وأمام إسبانيا. برافو يانيس بن الشاوش، برافو كذلك المصباحي في ركلة ترجيح أمام فرنسا، وبرافو لحارسنا الشاب، برافو لحارسنا الشاب اليوم براين غوميس، رغم أن المباراة الرسمية الثانية له في هذه البطولة. إذن ديلغادو أمامنا على الصورة هو الآخر نال نصيبه من الجوائز في هذه البطولة. مشاهدينا الكرام، طبعا البرونزية ديلغادو في هذه اللحظات لاعب وسط ميدان المنتخب الأرجنتيني، لكن أيضا لاعبون يستحقون الجوائز الفردية، وهنا أخص بالذكر عثمان معمر، ياسر الزابيري. نعم، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الهداف. هنا يتسلم الجائزة من يدي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أصر على الحضور هو الآخر لمؤازرة أسود الأطلس هنا في مونديال الشيلي. مشاهدي الكرام، الفضية نعم هنا تأتي للزابيري. مشاهدي الكرام، أهم من هذه الجوائز والله اللقب الهل، أنا كل شوق وترقب لي لمشاهدة الكاس. عثمان معمى، عثمان معمى، نعم بطل هذا المونديال
المونديال، أفضل لاعبين في هذا المونديال يا سادة يا كرام. هنا يتلقى الجائزة من يد رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي. نعم تستحقها يا عثمان يا معمى. كنا نتكلم عن الاساطير الذين انطلقوا من بطولة العالم للشباب، ابرزهم دياغو ارماندو مارادونا وليونيل ميسي واسماء كبيرة. ها هو عثمان معمى يكتب اسمه باحرف من ذهب في سجل ابطال العالم وفي سجل افضل اللاعبين في الكأس العالمية للشباب. نعم صورة للذكرى وكم هي جميلة. القميص الوطني، نعم قميص المنتخب المغربي، صورة للذكرى وصورة نعم ستبقى محفورة في الأذهان، لأن هناك أبطال أسعدونا وشرفونا ورفعوا رؤوسنا. وتحية متبادلة. الله على الصورة، الله على الصورة، الله على الصورة، كم هي جميلة. وهنا التبادل